لو البت سابتك تعمل ايه؟ بص ببساطه ما تعملش، ايا كان هي اللي غلطانه او انت اللي غلطان او هي جت على حقك كتير او انت جيت على حقها كتير، في النهايه ده قدر وخلاص. لو انت مركز مع البنات ومدي كل تركيزك ليهم ومعظم تركيزك ان هم يقعدوا يشتتوك على الحاجات اللي انت بتعملها، هتندم لانك كنت المفروض تحط الوقت ده في استثمارك في نفسك. الحاجه الثانيه ان البنات دول مخهم ضيق، بمعنى ان هتلاقي اكيد بنت هتضحك عليك، ممكن بنت تكلمك عشان عايزه تصاحب صاحبك، ممكن البنت اللي بتكلمك دي تبقى مرتبطه مع واحد والواحد ده بيكلم ثلاثه والثلاثه اللي هو بيكلمهم دول مرتبطين مع ثلاثه تاني، فالعالم بقى كله مرتبط ببعضه وكله بيخون بعضه اصلا. وهتقعد تضايق نفسك وعندها ماضي ومش عندها ماضي، ده ما بتردش عليا، دي عملت سين وما بتردش، تقعد تتخانق معاها وانت اصلا المفروض تركز في حياتك وبتضيع طاقتك اللي في الشباب بتاعتك على البنات. لو في علاقه حلال وخطوبه دي تستاهل فعلا تحط طاقتك فيها ومجهودك، اما لو غير كده فركز اولويتك على مستقبلك وعلى اللي انت بتعمله. صدقني في واحد بيقول لي انا عايز البنات الجامده، انا عايز واحده فرس، ما هو الفرسه دي هتيجي لواحد فرس. فيا صاحبي ما تشتغلش عشان البنات، اشتغل وكده كده البنات هيجوا لك وكل حاجه هتجي لك، فاهم؟ سيبك من البنات دلوقتي، ما تركزش عليهم، ده اللي هيبين رجولتك. كده جاوبت على السؤال.